ولا جامع الفنا، غادي يكون عندك التكلفة ديالو 200 درهم الليلة. هذا هو تشجيع السياحة الداخلية. فين بوتي تاكسير؟ واخا هنا في الرباط بوتي صبر السي تاكسير. مولود لباس الله يرضي عليك. السي مولود السي ايه المغاري واشو حلول المشاكل، سير دير شي كونترول، تير قبل ما نبلوكيك، تير بلا ما تجي تشد السربيس راك ما طالع، تير هرب، انا نعطيك 30 ثانيه دور ولا نبلوكيك ديريكت. شوف شي كونترول، هذا راه ما غاديش طلع به. سير حلول ومشاكل، هذا كله أزمات وكله مشاكل. قبح الله سعيه. الله الا هرب في البلاصه قب- هرب. قبح خوتي قبح الله اسمحوا لي انا سعيه. غادي المنافق نستسمح. المنافق الذليل. جوج انا اسمح. الخطرات ولا ثلاثه كيطلع عندي عند السطح كيخسر لي اللايف. سي البرنوسي اش يبدا؟ السي الباز، انت السي نعم. البرنوسي البارح منين درنا له ديك الغسله، واه شي واش دورنا هنا السي البرنوسي وبقيت نعايرو، واه راه واه واه مشاو حلوا علينا لايف. نعم. جا دروك انا هرب، جا انا هو يدخل مع انا الشطوب هرب. انا انا هذاك هذاك ذاك حلول ومشاكل. انا غير ما تاب شيء ما رجع شيء، غادي يعيش واحد الذل في الحياة ديالو، وراه مدلول دابا. مادام مسترزق، مادام مسير، مادام كلب السلوقي ديال الصياد يطلقه كلب مسعور، والله لا ثقة فيه ولا كرامة له. أقول لك الصغار ولك الذل في الدنيا وفي الآخرة إن لم تتوب. أما عمك الباز فأشرف منك. أتحداك في الموقع هذا وفي الواقع، وإذا ما قدر لي أن ألتقي بك في الواقع سترى معنى الرجال، سترى. إذا أتابع الموضوع. اسمحوا لي بالسلام عليكم، عندي واحد شي قضيه. الله يرحم والدين. شكرا لكم شكرا جميعا. سي إبراهيم، حفظك الله. حفظكم الله. شكرا. إذا هؤلاء يتحدثون عن تشجيع السياحة الداخلية. بوتي تاكسي غيتشدوه من البلاصة، عرف الثمن، كتشدوه ب 15 درهم، غتشدوه مرة أخرى يقول لك راه 20 درهم، يبقى يدور بك يقول لك داك العور فين. واش الآخر؟ أنا يلاه وقعت لي أخيرا في الرباط. مشيت ديت الأهل ديالي للضريح، نشوف الضريح نترحموا على الملكين العظيمين. مشيت بوتي تاكسي، منين نزلت عطيتو 20 درهم. يلاه بقى لي شي حاجة بغيت نركب وصافي في المنطقة. من عطيته 20 درهم رجع ليا 15 درهم، والكونتور فيه 12 درهم. قلت له شحال فيه في الكونتور؟ قال لي 12 درهم. قلت له راه 3 دراهم، خصك تطبق القانون. هو هزينا بلايص، حيت هز 3 د البلايص. لا قلت له ما تقوليش هاد الهضره، واش عندك تما 12 درهم؟ قال لي ايوا راه 3 دراهم ديالي، وسير الله يعاونك. هذا هو الجشع، هذا هو النصب، هادو يشجعوا السياحه الداخليه، والله لا يشجعوها. تمشي للبنت مثلا عند الجامعه كتركب 1500 درهم ولا 1300، واحد الخطره طلبناها 20 درهم. قالت له ماشي هذا هو. قال لي شحال باش كتركبين؟ قلت له دائما الى بزاف 1500 درهم، رجع عاد 5 دراهم. هادو هما التاكسيات، هذا هو بيرمي دو كونفيونس. راه بزاف د المسائل خصها تصلح، خصها اعاده النظر فيها. هادو المواضيع اللي تحدثوا فيها تجار الوطنيه المزيفه اللي فضحوا الوطن. اذا هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، وتحياتي. ديما احمد خويا احمد، اعتذر، تفضل. وصراحة أنا بغيت نعطي واحد الكلمة، شكرا لكم زعما كثيرا، وأعتز بكم على هذا الحوار اللي ابتدى غير بدردشة اللي تشبعات بواحد وجهة النظر. هاد وجهة النظر عطاتنا نقاش، وهذا النقاش تحول ولا حوار حول كثير من الأشياء.
حنا بدينا الدردشه غير بمدينه الرباط، بدا الاخ ولد العاصمه، وبدينا الكلام على مدينه الرباط اللي هي عاصمه الدوله المغربيه. بديناها في الثمانينات، وصلنا حتى للتسعينات الى يومنا هذا. تكلمنا على الفساد، على اشخاص، على مناطق، على مدن، هي اللي ادت بنا الى الوصول الى هذه النقطه. ما ذكرنا فئة من الشعب بسيط يقوم باحتيالات أصحاب الطاكسي وأصحاب المارشي وأصحاب. وتكلمنا على فئة أخرى، هي كما قالت الأخت المهرة واحد الكلمة: القانون لا يحمي المغفلين. تطبيق القانون واجب، هذا واجب، يعني خاص الإنسان يعتبره واجب عليه للحد، لأن يحمي الآخر أيضا، يحمي اللي يجي من موراه، أو يحمي الشخص نفسه اللي غيقوم بالجريمة. تكلمنا على الفساد الآخرين اللي هما البرلمانيين، ولنا كل حرية اللي كنتكلموا على هاد الأمور صراحة. اللي دول أخرى ما يمكنش لهم أنهم يدخلوا في هاد الأمور هذه. هذا كيجعلني أنني نوضع هذا المغرب اللي سمعت كاع الخوت اللي تكلموا عليه، كلها في نقطة، كلها في حوار، كلها في موضوع، كان نوضعوا في تشبيه، رفعته من التشبيه ديال إفريقيا أو الدول العربية أو حتى الدول الإسلامية ديال الشرق الأوسط. لأنه دابا الآن بغيت نقارنه مع الدول الأوروبية صراحة، لأن ما اكتسبه المغرب من الحريات وما اكتسبه أخيرا في حقوق الإنسان، هذا غادي يعطيه واحد الحرية لمعاقبة من لهم الحماية أو من لهم بماذا تسمى الحصانة. نعم، الحصانة، يعني غادي يكون عنده واحد اليد مطلوقة اللي كان كيخاف منها. لأن إلا لاحظتوا المغرب تقريبا من الخطاب الأول الملكي اللي مد فيه اليد للجزائر، وهو كيضرب على أنه يكون عنده واحد الصوت على القوى، في القوى الدولية، صناع القرار. وهذا اللي اكتسبه المغرب هو طريق إلى صناع القرار. لأن غد إلا لاحظنا مصر أول دولة عربية، أول دولة إسلامية كتاخذ هذا المنصب، ومنصب دائم ومهم جدا، لأن غادي يحارب بزاف ديال الأشياء. وقالها الملك نصره الله في عدة خطابات على السياسيين، قالها في ترأس ديال البرلمان، افتتاح البرلمان، أن المسؤولين، قالها في الخطاب الشهير فاش قال لهم: واش هذا المسؤول اللي كيمشي في الطريق وكيوقف في الضوء وكيشوف الناس واش ما كيأنبوش الضمير، خصو، يعني قالها بهذه الطريقة هذه. وهذا الشيء دابا اللي كنشوفوه الآن، والقانون غادي ياخذ مجراه. وكاع اللي عنده شي حاجة كنتذكروا حتى في عهد الحسن الثاني رحمه الله، كانت واحد الفئة كانت كلات أموال كثيرة، وجات الوقت وحيدوا لهم كلشي. يعني العقاب كاين الفساد، كاين واحد الفئة اللي كتقلب على اللي عندها الغش متربات عليه، الله يهديهم، وفئة البرلمانيين غادي. ولكن أنا باش نقارن المغرب في إفريقيا أو دول عربية، هذا تجاوزناه. الآن لابد هذا فتح موضوع مقارنة المغرب بالدول الأوروبية. وشكرا لكم، والله يعني لايف جميل ومحترم، وكيبين العالم أي واحد ماشي مغربي غادي يشوف هذا اللايف غادي يستمتع بهذا الحوار اللي كان، اللي كله احترام وكله نقاش وكله رأي ورأي آخر وجميل. وشكرا لكم، شكرا للأخ ولد العاصمة على المساحة، واسمحوا لي لا طولت. لا على العكس، والله إلا كلامك هو الأجمل، الله يحفظك. غير واحد القضية، والله العظيم أهنئ نفسي وأهنئكم. يعني أنا بصفتي في أوروبا أقسم لكم بالله، الناس اللي عندهم نفس الوضعية الاجتماعية مع المواطن المغربي مثلا، يعني كتلقى فقير ديالهم بالمقارنة مع فقير ديالنا، والله الفقير ديالنا عايش حسن من الفقير ديالهم. درت المارشيات ديالهم، السويقات ديالهم، والله الا السويقات ديالنا عامرين بالخيرات، وداك الشيء غير تستاف كي داير كيشهي.
يعني المحلات ديالهم، لا ديال الحلويات ولا ديال الخضره ولا ديال اختي الفواكه ولا ديال المهرة، الفروت ولا. هذوك والله الناس الا اللي حنا احسن منهم. اختي الخير المهرة الخير ديال بصح. اختي المهرة هذيك قول لهم هذيك القضية ديال لي باربوني، هذوك الناس اللي كينعسوا في الزنقة في الكراتن راه كنقولها والله ما كيتيقوا. راه ناس والله العظيم الا كيعيشوا حاطين نوامس الزنقه والكراطن وكينعسوا مع كلابهم بيهم بكلابهم، واحد العفن واحد الوسخ. ونزيدكم قضيه اخرى، زرت مصر طوطو العفن، طوطو العفن عباد الله. راه ما كتلقاش الشوارع نقيين كيشعلوا بحالنا، ما كتلقاش النظام في السير في المواصلات بحالنا. وشي داخل شي بحال الهند قسما بالله، وما تقدروش تستحملوا بعد الفوضى. الفوضى شي انت غادي في الشارع والله تدخل بالشقيقه طوط 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 طوط، عندهم داك الكلاكسون بحال اللي فرحانين بيه ولا ما نعرف. حنا راه عندنا الوقت مكالمي في كازا، اكبر مدينه في المغرب والله العظيم. ولا كتمشي في الزنقه الا راك مكالمي، وتمشي لمصر قسما بالله تجيك الشقيقه. الحمد لله على بلادنا حنا، واخا ننتقدوا بلادنا، راه من باب الحب فيها، ماشي لاننا باغيين نغرقوها. راه ما كاين حتى دوله كتزيد القدام بدون انتقاد بناء. هانيه تنتقد، غير انت انتقد في الصميم وانتقد المسائل الايجابيه، ويكون النقد يعني بناء ماشي نقد هدام غير من باب الكره ومن باب الغضب ومن باب التجني. ننتقد الامور اللي هي حق زعما الحق، ننتقد عادي. تفضل اخويا الكوتشي. شكرا أختي المهرة. مساء الخير الإخوان المغاربة جميعا المستمعين في اللايف. إيوا أنتم قلتوا كل شيء تقريبا، أنا غير واحد الإضافة بسيطة على قد فهمي البسيط. أولا إخوان الفساد بسيطة. تفضل اخويا الكوتشي. كنت عايقة بيا ياك. ما علينا. أولا شكرا على الاستضافة ومساء الخير الجميع. إخوان الفساد موجود في كل بلدان العالم باش نكونوا واضحين، يعني ما نشوفوش الفساد غير في المغرب. صح كاين فساد في المغرب لا ينكره أحد، هذه مسألة واضحة، لكن الفساد موجود في كل بلدان العالم. أمريكا أقوى دولة ديمقراطيا وكانت فيها أكبر عملية تبييض الأموال على ما أظن، كانت في أمريكا. هذه دولة ديمقراطية. إذن باش نقولوا الفساد كاين في البلاد، كاين والله إلا كاين فاسدين، ولكن خصنا نميزوا ما بين فساد أشخاص وفساد الدولة. احنا دابا رحنا في فساد ديال الأشخاص ماشي الفساد ديال الدولة، باش نكونوا واضحين. يعني مش الدولة تطرح الفساد، هذه مسألة خصنا نعرفوها. أشكر أستاذ الباز، يعني عطى سميتو محل تدخل يعني دقيق. قال الفساد كاين وكاين فاسدين وكاين المحسوبيه وكاين هذا وكاين بزاف الامور كاينه، هذا لا ينكره احد. لكن انتقاد هذا الشيء خص يكون بعقلانيه. مثلا لما اتهم انا شخص سرق وفلان وسرق ومليارات وكذا وهذه يعني شويه يعني مبالغ فيها، انت ما عندكش دليل وتتكلم عن الفساد. اعطي مثال بالسي البرنوسي احترمه واقدره، قال تنهب 5000 مليار في السنه. 5000 مليار يا اخوان راه مبلغ كبير. 5000 مليار في السنه يعني 500 مليار دولار. الانتاج الداخلي ديال المغربي ربما لا يصل لهذا المبلغ. 500 مليار دولار في السنه يعني رقم كبير. قال 20 مليار الملعب، قال اتحدى الجماعات المحليه، وكل هذا الشيء ما عندوش دليل. ها المصيبه. دابا هنا ماشي من حقك تنتقد الفساد ومن حقك تبلغ على الفاسدين. مواطن عادي دابا يكفر له الدستور المغربي يبلغ على اي فساد اي كان، والدوله دايره ارقام هاتفيه للمواطن. يعني وشحال هاد الارقام هذه صراحه، شحال هاد الارقام دخلت العديد من الفاسدين للحبس. ارقام ديال الرشوه والفساد كاينه، يعني الدوله دايره المجهود ديالها.
احنا العيب في المواطن والفاسدين. هذا من جهه. سميتو اخوان، رغم الفساد والفاسدين وهذه، المغرب يتقدم سنه بعد سنه. ممكن نقول لك انا 3 شهور بعد 3 شهور تلقى تغيرات في المدينه، تلقى عمل والدوله عامله اللي عليها وغادا في الطريق الصحيح. ولما المخابرات الالمانيه تقول لك لا نريد تركيا جديده في شمال افريقيا، واعرف بانك انا في الطريق الصحيح. باش نكونوا واضحين، الدولة غادة في الطريق الصحيح، دبلوماسيا، اقتصاديا، كل شيء، رياضيا، كل شيء. أما الفساد كاين، ومحاربة الفساد لا تأتي بين عشية وضحاها. غنوض الصباح نحارب الفساد ونسالي معاه، لا دار هذيك ديال 50 سنة، باش نكونوا واضحين. إذا أنا رأيي الشخصي كمواطن، كاين مشكل واحد عويص عند المغرب، مشكل عويص جدا، وانا نتمنى نطرحه كسؤال وتقولوا لي شنو هو هذا المشكل وتجاوبوني اخوان بصراحه. وشكرا. شكرا خويا الكوتشي. لالا ام ياسر، لا كنعرف الاخ شفقي، هذا راه الاخ شفقي حتى هو جندي سابق، داك الشيء باش تغلطوا ليا كاين تشابه في الصوت، ولكن ما غلطتوش دابا مع السي الخمار، لان الاخ شفقي راه معايا في التويتر، كنعرفوه مزيان وكنطلعوا مع بعض المساحات، كنعرفوه مزيان. وبالنسبه لهذا التعليق اللي قالت الاخت حنان، والله صدقتي، يعني فعلا كل بلدان حتى اوروبا راه فيها الاختلاسات وفيها الفساد، غير الفرق بيننا وبينهم هما كيسرقوا 10% وكيبينوا 90%، ديالنا كيسرقوا 90% وكيبينوا 10%. مع الاسف الاغتناء السريع يعني ريكوموندي. سبحان الله. تفضل خويا اللي غادي يدير المداخله الان، يمكن الاخ حسن. انا الا تكرمت انا غادي ندير واحد مداخله على هذا السيد اللي قال لك الدليل. واخا خويا نعطي الدليل. دابا الزين ضرب 22 مليار في التيران ديال مركب مولاي عبد الله في الرباط، وحصل وقال لهم انا ماشي بوحدي، يعني الراجل ولا تيهدد شي ناس بالله معاه. دابا تنشوفوه ما تحاكم وعاود رجع، كان هو وزير ديال الرياضه، دابا ولا دابا رئيس ديال مجلس المستشارين، ولا فوق منهم في الفوق. كيفاش هذا ضرب 22 مليار وحيده وعاود رجع وحصلت عليه مكالمه بالله تيقول ليه كذب عليه ومدير حصل عليه تسربت ليه مكالمه. لكن دابا تنشوفوه رئيس ديال مجلس المستشارين، فين هي 22 مليار اللي يضرب؟ هذا هو المشكل. حنا ما عندناش الاهم في الاشخاص فاش تيتشدوا، حنا فينا هما الفلوس اللي سرقوا. واش انا واحد تيضرب 100 مليار ويقول لي انا دخل الحبس، انا اعطيني الفلوس كاع لا يدخل كاع خرجوا اش مصلحه لي انا لا دخل الحبس؟ زعما راه عقوبه. انا ما بغيت يتعاقب، انا بغيت داكشي اللي دا يرجع، الممتلكات كلشي اللي دا يرجعوا. اش انا تحكم؟ انا هادي اللي ما بدخل لي الراس. انا تنشد واحد دار 22 مليار تيقول لك حكمنا عليه بشحال عام تاع الحبس. شكون اللي قال لك ما كيردوش الفلوس؟ شكون اللي قالها لك؟ شوف يا اخي اسمع لي، حنا حضرنا على مؤامرات واختلاسات مثلا غير من الشركات عاديه، وكنشوفوا كيشنقوا عليه من قرفاتو ما كيخرج حتى كيحط الفلوس كامله. ما غاديش يقولوا لك، ما غاديش يصرحوا لك راه خداو، والا ما غيكملش. فهمتي؟ راه غادي تشوفهم هما كيقبطوه، ولكن ما كتشوفهمش وما كيتخلصوا من عنده. الله اعلم. دهالي السياسه راه خطيره، راه ما يمكنش المواطن يطالع على جميع قضايا الدوله. ما كاين شي حاجه المهره، ما كاين شي حاجه السلباز هذا تتقلب علينا هنا بالكونطات. هذا هو الحقيقي. واش هذا ولد الرباط؟ هذا ولد الرباط بصح راه من قبيله وكيطلب منك تطلعو. الاخت مهره، هذا هو الباز الحقيقي. ذاك الباز الشريف كان غير السطح وصافي. وسمعتيني خويا البرنوسي؟ لا المهره غنقول لك واحد القضيه وتصنتي مزيان. اقسم لك بالله ما تيردوا 4 ريال. لكن المشكله فين كاينه؟ هو الانسان فاش تتشوف داك شويه عنده هو هددهم
قال لهم انا ما درت والو. يعني كاينين ناس اللي راكي عارفه كيسبي بشي با يجرر شي، تيقولوا لي عرض اش دير، سير غبر واحد عام حتى تنسى القضيه وعاود ترشح. يعني حنايا خصنا هادشي نحاربوا هاد الناس، واخا نديروا هاد الممتلكات رجعوا للمهر، نديروا هذاك الشيء رجع فاش حصل عليه. ولكن واش هاد السيد عنده حق باش يرجع يحكم في مجلس مستشاري ويولي رئيس ويطلع هو اللي لكن يحكم انا في قلت التحت ويطلع لك، للفوق؟ انا قلت لك السي البرنوسي، انا بكثره ما كندوخ في هذه المسائل كنقول ربما كاين شي حاجه كيكلوش، كاين شي حاجه، يا اما هذاك السيد خدم اكثر من اللي فسد، ولا الله اعلم. انا والله العظيم عاجزه عن موازنه الامر. هذا الامر يعني فعلا كيخليني مشلوله، ما كنعجزوا عن التخيل. لكن باش تشوف 22 مليار في التيران بدلت ليه غاز وكراسه، اما تدخلش للدماغ. 22 مليار تبني ديك التيران، خلي هذاك وطلع تيران فيه 4 طبقات ومغطي من الفوق، عاد شنو هي 22 مليار ولا لا؟ وبتخدم فيها اليد العامله مغربيه، بيخدم فيها يتحركوا فيها الناس. انت بدلتي ليه كراسه ودرتي غازو ديال الشوهه جات الشتا، ولعبوا في كاس العالم للانديه، شوهنا في العالم كراته فيها 4 متر، كراته شوهنا حتى فاش جات الشتا. فينا هي 22 مره. هذا الشيء راه كنا اصلحوا. اكبر كراته في العالم السيد هز كراته ولابس قالوش بحال الا قاعد في مشد الماء. هذا راه شوه بينا في العالم والفلوس مشات. ها هو التيران دابا تهرس وعاود تزيد تبنى، فينا هي 22 مليار. هذا هو المشكل. خصنا حنا هاد البلاد هادي راه ماشي حنا تنعيبوا على بلادنا ولا لا تنقولوا شي كلمه تنظلموا. لا، راه المعارضه باش تتبنى البلاد. شتي شي واحد الا كان فاسد وتيسرق وتطبل ليه غتسميك كامبو وما عارف والو. لكن فاش تهضر على هاد المسائل راه تيزيروا ليه احتياط. راه الا هضرت انا وهضر هذا وهضر هذا، راه المصلحه ديال بلادنا. انا ذاك التيران الا تقاد راه ماشي بغيت نمشي انا نلعب فيه. انا مصلحه بلادنا ومصلحه الصوره ديال بلادنا، المنتخب ديالنا يبان تيران زوين ونعطوا واحد الصوره للعالم زوينه. ماشيش نبداو حنا مشروع ديال 10 المليون نديروا ليه 700 مليون، مشروع بيت صايب ب 80 مليون نديروا ليه 4 الملاير. يعني هذه طريقه باش يسرقوا الفلوس. راه المشكله راه سرقوا ما قادوا، راه هذا هو المشكل. راه كون سرقوا وقادوا، المشكله الفلوس مشات. هاد التيران تخلع عود بيض صوب من الاول. فين مشات 22 مليار؟ الله اعلم. راه هذا الشيء اللي تيضر في الخاطر. ماشي شي يقول لي شي واحد ايوا صبر ايوا جيب لنا الدليل. يعني الدليل راه دوك الناس اللي في الفوق اللي دايرين معاهم اليد. يعني انت فين بغيت تلقى الدليل؟ راه شي تياكل مع شي تياكل مع شي حتى الفوق. انا ماشي تيكذبك، انا خويا عارفك. الكوتشي عين نشوفوا خويا هنا الرباط، عين نشوفوا هنا الرباط يتكلم معنا واش هو. عافاك اخويا الكوتشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا هو هنا الرباط، انا هو هنا حمقتوه محنتوني قلتي لي بالضحك ملي قلتي لهم والله ما انا حرامي الغسيل، وسقفت بالضحك قلت ناري الكلمه ولات رسميه. انا ديك حرامي الغسيل تتقولها غير ام ياسر. قلت لا، انا ماشي انا حرامي الغسيل. حلفت كاع، حلفت والله حلفت والله ما انا حرامي الغسيل والله. بالضحك. ماشي مشكله، خليه يكمل الكلمه ديالته. نوصي انا والله العظيم ماشي انت نقول لك شي حاجه. انا نعرفك تقول هادشي حرقه على بلدك، انا اعرف والفساد كاين. انا قلت لك على الدليل، ملي خصك يكون عندك دليل، لان انت تقول كلام يخرج هذاك الوزير اللي اتهمتيه انت مثلا ويتهمك بالتشيير وانت ما عندكش دليل. ها المشكله. ما عندناش حنا البيانات ديال المحكمه ولا ديال الملف ديالو ولا شي حاجه باش نهضروا عليه. هذا هو اللي بغي نفهم لك انا، وانا اعرف حرقاتك على بلادك هذه بلا ما تناقشها. انا غادي نشد معاه اللوريط والمترو. الا باني الدليل غادي نمشي لذاك المشروع اللي قاد ونبداو انا وياه باللوريط وبالمترو. نقول ليه زيد كرسي بكرسي، بيت بدبيت، زنقه اللي قال لك القدافي. وريني 22 مليار فين خسرتها انا وياه. بغينا نهزو ستيلو. شحال دايره الخنشه نتاع السيمه، شحال دايرين الكراسه. انا وياه سيدي بغينا نتحاسبوا. ولا صدق هو خدم بالمعقول انا يدخلني للحبس، لكن الا صدق هذاك الشيء اللي دار ماشي معقول خصو يدخل للحبس. حتى راه واخا يصايبوا هذاك التيران بالفاياس وبالجيش. خويا البرنوسي غايقول لك كندوز المركوب بالكريم فريش،
غايقول لك دوز المرطوب بالكريم فريش داكشي باش تقام غالي. الله 10 يهديك. راه ثواني شوف مع هو نتفاعل اصلا مع اخيك البرنوسي. 10 ثواني. راه اخت المورة راه عندها الحق في هذيك القضيه اللي قالت السياسه. الا كتعقلوا على الفضيحه ديال بيرلوسكوني، فضائح ديال السياسيين في فرنسا في اسبانيا، يعني ديال البرلمانيين ديال الناس اللي كيكونوا متمكنين، اللي كيجبدوا لهم الجرائد، كيجبدوا لهم الفضائح ديالهم في التلفازه في النقاشات. غير هاد القضيه اللي بغيت نضيف وصافي. إلا سمحتوا مداخلة خفيفة باش نودعكم. راه ما تعرفش شكون عدو شكون، ما تعرفش شكون الظالم من المظلوم، ما تعرفش شكون العدو من الصديق. والله الا وحنا كنبقاو نتعذبوا وكنبقاو هازين الهم والله. الإخوان مداخلة خفيفة باش نودعكم، وشكرا جزيلا للجميع، وشكر خاص يلا خويا حسن تفضل. وشكر خاص لولد العاصمة الأخت المهرة. بالنسبة لتعليق بسيط على الموضوع اللي قال الأستاذ الباز ديال السياحة، فعلا يستحق لايفات لأن فيه ما يتقال. نقطة ساليت هذا. وغنختم بواحد صراحة نطلب الله تعالى وواحد النداء لكافة المغاربة المتكتكين اللي تيفتحوا المنصات هكا، يكون نقاش كما داير دابا هنايا بالاحترام، شي شوية والرقي بمستوى النقاش، وتفادى التصادمات ديال لأن ينتج عنها العنف اللفظي والعنف المضاد، لا الهمز ولا اللمز. يحاول الإنسان يكون في المستوى وتناقش مواضيع. الاختلاف ماشي مشكل، جميع كيختلف، ولكن يكون مستوى النقاش يعني راقي. والله يحفظ بلادنا، وشكرا جزيلا. واختم بشكرا ولد العاصمه، حياكم الله جميعا، والسلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا اخويا المرور. السلام عليكم الاخت مورا. نعم الاخت مورا ساتكلم بهذا الاسم الحقيقي ايضا. واخا عين السي مولود الله يرحم لك الوالدين. انت مداخلاتك شيقه، غندخل ندوزو غير هذا الاخ باقي ما تدخلش كاع. هذا عندنا المغربي، الله يجازيك بخير. السؤال طرحته السلام عليكم. المغرب حاليا. الو كتسمعوني؟ باقي معانا، خلي السي عدنان يدير المداخله الاولى ديالو وحنا باقيين مع بعض. اوكي شكرا اختي شكرا. بالنسبه للمداخله ديالي انا غنمشي مع الطرح ديال الاخ البرنوسي، حيت انه في المغرب ماشي بالضروري. الو حيت بالنسبه للمغرب كانوا حالات كثيره اللي كانت فيهم الادله والبراهين، وما كانش اجراءات جازره ضد الناس اللي مرتكبين هذه الجرائم هذو في المغرب. نعطيك مثلا تقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات اللي كان خصوصا في الفتره ديال ادريس جدو، اللي خرج بتقارير ديال الحسابات واللي كانت فيها اختلالات كبيره، لا من ناحيه الجماعات المحليه لا من ناحيه صندوق ديال التقاعد لا في التسيير ديال مؤسسات الدوله. ومع ذلك هاد الحسابات كامله ما اتخذاتش فيها اجراءات قانونيه ولا حتى التحقيق. في المقابل انه كان مثلا في الصندوق الوطني ديال التقاعد من مور التقرير خرجت قوانين جديده اللي كتعيد هيكله هذا الصندوق، وتم الغاء جميع الحسابات اللي كانت في البرلمان. يعني حتى انه في البرلمان خرجت رؤيه جديده باش ان الناس اللي مرتكبين ديال هذه الاختلاسات ما يدوزوش للعقاب. وانا كنشوف بانه هذه المسائل هذه ان النيابه العامه اللي عندها الحق تدخل في اي تشكيك لا يجي من طرف صحفي ولا تجي من بطل في رساله ولا تبليغ ولا اي شيء، هي مرغمه انها تفتح تحقيق في هذه المجالات. هذا مثلا الاختلاسات اللي طرات في الملعب ديال كما قال الاخ البرنوسي، في الملعب ديال كره القدم ديال 22 مليار، كان واجب على النيابه العامه انها تفتح تحقيق في هذا المجال. هي الوحيده المخوله باش انها تفتح تحقيق وتقول لنا هاد الناس عندهم الحق ولا هاد الناس ما عندهمش الحق. انا كنشوف في المغرب عندنا جوج انواع ديال الاختلاسات اللي كاينين اللي كترتكبوا في المغرب. كاينه اما كتكون فرديه، وهاد الفرديه هذه دائما كتكون فيها العقاب حيت كيكون سهل السيطره على الشخص، او مؤسساتيه كتكون مؤسسه كامله بالاطر ديالها كتكون فاسده اللي كتمشي فيها الملايير ديال الاموال. وهذا النوع هادو ديال المؤسسات
لحد الساعه باقي ما شفت حتى شي واحد من المسؤولين ديال المؤسسات اللي تعاقب في المغرب، مع العلم انه وصلنا لدرجه انه مثلا صندوق التقاعد كان واحد الفتره كيقولوا بانه الناس ما غاديش يلقاو باش يخلصوا الفلوس ديال الناس اللي كانوا كيخلصوهم سنين وسنين 50 عام وكيخلصوا التقاعد ديالهم، فلوسهم مشات. كنتمنى ان في المغرب تكون واحد الحريه، واحد يد مطلوقه للنيابه العامه، وتكون تخصص في النيابات العامه، تكون النيابه العامه اقتصاديه متخصص في واحد المجال ديال الصحه، تكون نيابه عامه متخصصه في مجال ديال مثلا المعاشات ديال الرياضه، في جميع المجالات تكون عندها واحد التخصص، بس فيما يكون شي تشكيك في واحد الجهه معينه تكون عندنا واحد نيابه عامه قادره باش انها تبحث وتحقق وتشوف. كما قال خصو يقلبوا كرسي بكرسي، خنشه السيمه بخنشه السيمه، بالحساب يعني كما كيقولوا حنا في المغرب حساب الصابون خصو يكون. وشكرا على المساحه، وهذا هي النقطه اللي كنت باغي نضيف للاخوان. شكرا. خويا عثمان غنضحكك، نفس الامر ديال الملاعب وقعت هنا في ايطاليا. ربما الاخ احمد غيكون عنده اطلاع على هذا الملف، وإلا مشيتي لجوجل راه غادي يخرج لك. نزيد لك تبون حتى هو فاش كان وزير ديال شي حاجه، المهم من العمران ولا شي حاجه بحال هكا، ديال السكن راه دار فضيحه حتى هو. راه ديو الربع على عباد الله، راه سخسخو هذاك القايد صالح، راه واحد الحاله راه يرتلع. وها هما حتى هو ماشي غير زاد في البرلمان ولا رئيس، لا ولا رئيس دوله. يعني باش تعرف الكوارث والطامات الكبرى اللي كندوزو بهم. يلا خوتي دوروا لهذا، يلا فكروا خويا عثمان، تتجاوب الكوتشي في المداخله القادمه. الله يحن عليك على السؤال ديالو. تفضل اخويا هدى الرباط. تسمعوني؟ نعم تنسمعوك. اولا انا ما نطرقش لهادشي ديال الاختلاسات والسرقات وداك الشيء. عندنا هذاك امر معروض على القضاء، وحنا عندنا كل الثقه في القضاء ديالنا، خاصه انه قالت وديال النيابه في المغرب ولات مستقله على وزاره العدل، وهذا تيخليهم انهم قادين بشغلهم. المساله الاخرى اللي غنطرق لها هو حريه التعبير والفرق بين الواقع والمواقع. ان 20 سنه هذه 20 سنه من طلع جلاله الملك الله ينصرو على سده الحكم، طرا واحد التطور كبير في حريه التعبير. ولات عندنا حريه كبيره، خاصه كفل لنا الدستور والقوانين، ولكن غير فين نخرجوا المواقع بحال الفيسبوك واليوتيوب ودابا التيك توك، وحاليا التيك توك تنشوف واحد الرقابه تتفرض علينا حنا في حريه التعبير. اي واحد تيبغي يعبر على شي حاجه، كاين واحد الطرف اخر تيفرض رقابه بدعوى الوطنيه تيفرض عليك رقابه اش تقول واش ما تقولش، وشنو الحدود ديالك اللي تقولوا، وما خصكش تفوت واحد القياس. انا بغيت نفهم دابا انايا الشينوا دات هاد تيك توك البلاد، رغم ان بلادها ما فيهاش الحريات، دارتها الامريكان ودارتها الدول الاوروبيه، وكنا نستافدوا منها حنا باش نزيدوا نوسعوا هذيك المقدره ديالتنا في حريه التعبير، ونطالبوا باصلاحات ونزيدوا لقدام. وكاين فين تشوف المغاربه كما قال ابن خلدون، كنت في المغرب فلا تستغرب. المغرب غادي خارج السرب، تنهضر على المجتمع ما تنهضرش على الدوله. المجتمع غادي ضد التيار. تشوف شي وحدين تيمشيو عكس التيار، باغيين يقمعوك، باغيين يحبسوك، باغي يقولك اش تقول واش ما تقولش. وداروا واحد المعيار ديال التمغربيت وديال المواطنه، باش اي واحد باش يبدا غير يبغي يعبر يبدا يفكر اش بغا يقول. لا ما استفدناش حنا من التيك توك باش نزيدوا نوسعوا الصلاحيات ديالنا ونوسعوا ونحسنوا الدستور ديالنا ونحسنوا شحال من حاجه. فين نستافدوا؟ ما عندناش فين نستافدوا. راه في هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي، وتنطالب الطرف الاخر باش يعرف انهم راه تيرتكبوا خطا. راه الا كانت الدوله ما تديرش القمع في الشارع وفي الواقع، وهادو تيديروا القمع في المواقع، راه كارثه.
راه كارثه، راه ما غيتحسنش المجتمع المغربي، وغنبقاو اللور وما عمرنا نزيدو قدام. هذه هي المداخله ديالتي وشكرا. العفو خويا هنا الرباط، انا كنتفق معك في واحد القضيه. فعلا مواقع التواصل الاجتماعي راه اصبحت سلطه سادسه، يعني راه شحال من مكتسبات وشحال من اشياء لا تحقق يعني عن طريق دهاليز القانون او السياسه، ولكن يعني الرواد ديال مواقع التواصل كيوصلوا الرساله بطريقه اسهل واسرع. يعني القضيه ملي كتولي قضيه راي عام خاص غير الالتفاف على نفس الموضوع، وخص يعني واحد الزخم، يكون واحد العدد يعني متفق على نفس الموضوع، ماشي كل قيس يغني على ليلة. تما فين كتحقق المطالب. عاود السؤال اخويا الكوتشي وبانتظار يلا عاود السؤال يجاوبك الاخ عثمان. عاد نعطيو لخونا الحسين خويا الحسين والسي مولود. ايوا السي كبسوا لي مولود انا نطرح. كبسوا وصلوا واحد 100,000 ديال التكبس باش يبقى الله يجزاك. كبسوا الله يرحم لكم الوالدين. وانا ما غنطرح شيء سؤال للاساتذه ولا هذيك، انا اقل من نطرح سؤال للاستاذ مولود مثلا او هذه، انا غير فكره وصافي بغي نعرف المغاربه واش عارفين هذا المشكل ولا لا. هذا هو اللي كاين، ما هو المشكل العويص حاليا عند المغرب. وشكرا. سمعتوا ما هو المشكل العويص المشكل العويص، شوف المشكل العويص كان في واحد الحاجه الا صلحت بتصلح البلاد، وإلا فسدت بيبقى الفساد البلاد. عرفت شنو هو القضاء؟ الا قال القضاء مستقل ضربه من الحديد اللي يسرق يتعتقل ويخلص ويدوز دوز لك من تحت الدفاع، البلاد بغات تسير لقدام. كاين القضاء باك صاحبي والتليفون وشدك هذا وصوني على هذا ويقول لك سير واعتل هذا وشد الرخصه وحفر هنا وزر، ما كاين شيء. القضاء قال لك خليفه الله في الارض هو الامن. الا كاين القضاء مضبوط والصرامه واللي تشد يخلص، راه البلاد بغات تزيد. القضاء هو كل شيء، ما يمكنش تقول لي الزبونيه والمحسوبيه وضعف التعليم. انا كنقول هذه. انا معك سي برونسي، لكن كاين مشكل اكبر من هذا. ما هو؟ لا 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 لا. دابا شوف نقول لك واحد القضيه. انا مثلا مشيت للسبيطار ديال المخزن، يعني سبيطار تنسمى حنا سبيطار ديال الحومه ولا سبيطار. مشيت عند واحد الطبيب السلام لاباس، بغيت ندوز قال لي الراديو خاسر. ما خصوش يكون هذاك الراديو خاسر. علاش تيكون هذاك الراديو خاسر؟ لكن فاش تنشد انا وياه الجدال تنقول لي انا ما عنديش باش ندوز، تيقول لك اودي خصك تمشي تخرج دوز عند الاختصاصيين مثلا الكلينيك. نقول له اخويا انا هنا بغيت ندوز خص الراديو يكون. اول حاجه تيقول لي غادي تخرج ولا نعيط لك على البوليس. مثلا الا عيط على هذا البوليسي وجا لي هذا البوليسي، انا خصني يسمع ليا مال اشنو عندك مع هذا السيد اللي هو الطبيب. انا جيت انا من حقي باش نجي للسبيطار ديال الحومه، ما عندي باش ندوز، خصو يدوز لي الراديو. قال لي خاص انا ما عندي باش ندوز. واش نموت ولا شنو غادي ندير؟ يعني هذاك البوليسي فاش جا خصو يديني، ما خصش البوليسي يتدخل، خص هذاك الطبيب اللي ينوض ويقول للدوله ضروري يكون الراديو مصايب، ضروري تكون هذه. لكن فين كاين المشكل؟ المشكله الناس اللي عندهم اختصاص، عندهم كلينيكات مختصين ديالهم، هما تيشرطوا على الطباء باش يجوا الناس عاديين، يقول ليه ما يدوزوش تم، خصهم يجوا عندنا باش يخلص لينا الفلوس ويدوز عندنا. يعني علاش هذا الشيء؟ انا قلتها شحال من مره، غادي نعطيكم المثال ما يثبت. انا غادي نعطيكم الدليل ديالي وقعت ليها مع الخوادريه ديالي اللي هو المختار السوسي في تارودات، وغادي نسمي لكم تسميه الطبيب. مشات بغات تولد تماك، قعدت اسيدي نهار الاول جا وجا الثالث الرابع الخامس، جا الطبيب دوز ليها. الدكتور السقري راه الناس تيعرفوه، قال لي راه مازال ما عندك الولاد. انا فاش مشات الوالده ديالي تما قالت لي اختك راه محاوله لها الوقت، قلت لها خرجيها للكلينيك دابا. قلت لها ضروري تخرجيها دروك. خرجت داتها للكلينيك اللي دور تقريبا نص ساعه. عرفتوا شكون اللي جا دار ليها العمليه فاش ولدت؟ اقسم لكم بالله الا الدكتور السقري اللي خدام في السبيطار ديال المخزن هو اللي جا للكلينيك دار ليها العمليه ب 7000 درهم. علاش؟ هو السبيطار ما عنده المقوسه،
الله يرحمك، الله يرحم عليها كبر، قال لي الطليان ما فيه مقوسه. علاش ما كان الاكسجين في السبيطار اللي جا دار ليها العمليه ب 7000 درهم؟ يعني هاد الكلينيك ها هو مزيور لكن ماشيش فيه طبيب مختص. دارين الكلينيك وجايبين ليه الاكسجين، لكن داك الطبيب اللي في السبيطار ديال المخزن هو اللي تيمشي يدير العمليه في الكلينيك. علاش عباد الله ولاو تيدوا للناس الدم ديالهم وما عندهم باش يديروا العمليات في الكلينيك؟ تيمشي للسبيطار يقول ليه الراديو خاسر، السكانير خاسر، الطبيب ما يجيك طلع 10 راه مازال ما جا، لا تيدير عمليه في الاسبوع. كاين طبيب في تارودان تيدير العمليات ديال العظام في تارودان تيجي مره في الاسبوع. واش حنا هاد الطبيب تيتخلص من الدوله وتيدير العمليات مره في السيمانه؟ هاد الناس اللي جاو مهرسين يديروا لهم الكورس. يعني هادشي خصنا نهضروا عليه، ماشي هادشي راه كاين في الواقع، راه كاين. انا قلت لك اختي برنوسي خلي الخنساني يدير المداخله الاولى ديالو، الله يسهل امرك. يلاه السلام عليكم. بعد تحيه الاخوان، راه ما عندك المهم الريزو، بغيت نرد على يا ودي ديرها الريزو، كاين راه قطع ندير ريزو واييه بلاتي ندير زيد شويه لا راني في البيرو خدام صافي. مزيان دابا؟ واش كاين شي مزيان بيرو في 9 تاع الليل؟ مزيان. واللي بغيت نقول، بغيت نرد على الاخ الكوتشي اللي قال لك ديرها المغرب غادي مزيان، راه كلشي عندنا. المهم بنيه تحتيه زعما صافا مزيان ما بيهاش، تي جي في كلشي غادي مزيان. داك الشيء راه مشاريع ملكيه، هذاك الشيء ما عنده حتى علاقه مع المنتخبين ولا مع اخ النوش ولا مع شي حد اخر. هذيك راه مشاريع ملكيه ما كتدخلش مع هادو. اما هادو كيسيروا غير داك الشيء اللي ديالنا حنا هو لنا. صد ميلود لباس المايك، وميلود راه ودنيا مشاو يخرجوا من بلاصتهم، صد المايك. واللي بغيت نعاود نقول، هاد سميتو هاد الفساد اللي داير دابا اللي عندنا هنا في الدوله، راه في الاول الاحزاب السياسيه في الاول هي اللي كتعطي تزكيه، هي بفعلة فاعل وعارفه باللي كتمشي كتزكي بزناز. وحنا ولاد الشعب راه عارفين، المجتمع عارف شكون اللي بزناز وعارف شكون اللي ماشي بزناز. كيجي داك الحزب كيزكي البزناز. شوف الله يرحم والديك الوالدين، خلينا راه حنا ما تنكمو، خلينا هنا نفس ميلود لباس نسمع شي سبع اللي جا ولد العاصمه قال والله ما نسمع شي سبع. خلينا يا فوت الحشيش الله يرحم ليك الوالدين، دخل لنا مع الترقان، اش دخلنا لشي حشيش. شكون اللي يهضر على الحشيش اخايا؟ على بزناز هضر على المخدرات، البزناز اش تيبيع البزناز؟ تيبيع التقاشير. اسمع انت يا البرنوسي الله يهديك. شوف اخايا البرنوسي سمعنا هو قالها بالدارجه. اسمع لي يا اخايا سميتو، مني شفتي الريفي، شوف مني شفتي الريفي في الاسم والاخت مورا كنقول انا غير سميت حسيمي الريفي ماشي حسين، انا محمد مسمي. صافي مني سمعتي الريفي قلتي الحشيش. لا كان يعني الاحزاب السياسيه، شوف اسمع لي يا خاي البرنوسي، الاحزاب السياسيه في المغرب كيمشيو كيزكيو شي حد كيكون عنده سمعه ماشي مزيانه باش تفهم، يعني شفار باين، شفار في المجتمع وعنده الشكاره، كيزكي الحزب يعني كيلعب على الاصوات، وعارف باللي المجتمع هاش فيه غير السعايه، تعطي له 200 درهم ماشي غير يصوت عليك، يمكن يزيد لك شي حاجه اخرى. يعني كيستغلوا هذه النقطه هذه كيوصلوا لسميتو. ووزاره الداخليه هي في مثلا عندنا في المغرب وزاره الداخليه وفي جميع الدول هي اللي كتكون مشرفه على الانتخابات. يعني هي كتشوف من النهار الاول داك البزناز، يعني جا المجلس الجماعي مثلا في شي مدينه ولا طلع لشي يعني البرلمان، عرفاتو باللي هذاك بزناز. يعني من الديبار تقدر يعني دير يعني تراقب، دير مثلا رقابه، دير واحد العمل يعني غير وزاره الداخليه يعني دير رقابه، دير العمل ديال البرلمان نورمالمون متي تراقبوا. ودابا حتى اعاد فوقاش كيحصل
يعني هذا البزناز هذا اللي هذا الشفار هذا مثلا اللي رئيس جماعه مثلا الدار البيضاء ولا الرباط ولا الحسيمه ولا المهم شي مدينه في المغرب، حتى يعني كتكون يعني كيكون رونها مثلا ترونات في المدينه وكلشي كيهضر، الصغير والكبير والصحافي وكلشي كيهضر ياك. وهكا كتلقى السلطات يعني بحال اللي خايفه، يعني بحال اللي ما كتقدر دير والو، يعني بحال اللي يديها يعني مكروفه. يعني في هذه الحاله مثلا في المدينه عندنا مثلا حنا في شي مدينه اكس في المغرب عندنا مثلا هذا الشفار هذا في مجلس الفلاني، ماشي ضروري يكون الجامعه، يقدر يكون شي مجلس اخر، ولكن شفار كيختلس وتبييض الاموال وكيخدم في الممنوعات، يعني معروف. يعني احنا في ديك المدينه اكس عندنا الوالي وعندنا الوكيل الملك وعندنا يعني هاد الثلاثه هادو اعلى سلطه في مدينه اكس، اعلى سلطه. المفروض هادو راه في رمشتاين يتحركوا، ولكن ما كيتحركوش. علاش ما كيتحركوش؟ يقدر يكون هذاك عاود محمي من شي حد فوق داك العامل وداك سميتو. فهمتي كيفاش؟ يعني هنا كاين الاشكال، هنا كاين الاشكال. اما كلشي بغى يحارب الفساد، ولكن الخلل كاين في القضاء، وكاين في يعني كاين في الشرطه، كاين في جميع الاجهزه في المغرب كاين خلل، والباقي شرفاء. ولكن دائما كتلقى اللي في يدو كتلقاه ماشي الشريف، وكيقدموا معلومات مغلوطه عاود الاعلى سلطه. يعني بحال دابا كيقدموا للديوان الملكي ولا التقريرات للملك وداك الشيء كيمشي مفبرك منمق مزوق زوين. كيجي مثلا الملك كيقرا داك التقرير كيلقى من جنتي والناس. شي حد كيغوت الشارع كيقولوا له هذاك راه بغا ينفصل، هذاك راه الحرام، جهات خارجيه، التآمر كيدير هكا كيلقى عنده الحق. يعني هما كيفرشوا الارضيه كيوجدوا له داك الشيء من السلطات. يعني ما يمكنش مثلا الملك يكون متفق مع هذا الشيء، ولا مثلا شي مثلا الديوان الملكي ولا شي مؤسسه اخرى متفقه. راه هذا الشيء راه غادي بين الهويه هذا الفساد. راه المغرب دابا راه يقدر ينفجر، راه المغرب دابا على صفيح ساخن. يعني يقدر في اي لحظه تقدر تنفجر الدوله في المغرب عندنا حنا في اي لحظه. ما تشوفش مثلا حراك الريف تقول راه الريف داروا الحراك مثلا راه صافي راه طفاو داك الشيء. راه ملي كتنفجر الانسان، ملي كتنفجر مثلا الدوله كامله، راه غير الدار البيضاء الا خرجت حراك الدار البيضاء راه المغرب غيترون. والفقير والشعب يعني كتضغط عليه، كتزيد كتضغط مازال. وتصور دابا بنادم اللي العائله اللي كتخلص 60,000 فرانك، عائله جندي مثلا جندي سابق في المغرب كتخلص 600 درهم ولا 1000 درهم. تصور 1000 درهم شحال انا موظف دابا 1000 درهم كدوز لي يومين، ما كاملاش يومين، عاد كنجطر، عاد كنتزير باش ديك 1000 درهم دوز لي يومين. انا كنتخلص مزيان مثلا. والعائله ديال مثلا جندي سابق خدام مثلا مات في الصحراء، العائله ديالو مراته وولادو كتخلصوا 1000 درهم ولا ما كاملاش عاد باش غيعيش. فهمتي؟ وداك الفلوس ديال التبزنيز ديال التشفارت، داك الفلوس ديال التشفارت راه هما اللي كيديروا التضخم. هما راه ماشي، راه كاين شي وحدين كيسحاب لهم لنا الفلوس ديال راه كيروجوا الحركه، راه كيبيعوا الغبره، كيبيعوا الحشيش، كيبيعوا راه فلوس كتكون دايره كيروجوا الحركه مزيان، ما خصهمش يتشدوا. راه العكس، راه داك الفلوس هما اللي كيخرجوا على الاقتصاد ديال اي دوله فين ما كانت. تما بهذه الحاله اللي كيوقع التضخم، كيزيد التضخم عاد. ايوا صافي هذا الشيء كاين. المهم الخلاصه القول انه كاين خلل في جميع الاجهزه. راه ما يمكنش مثلا شي وحدين كيقولوا راه الملك هو راه صيفطهم، وراه ما يمكنش الملك يكون عارف هذا الشيء يعني بالتفاصيل الممله ويقبل. راه اصلا هذا الشيء ماشي لصالح الملك. خويا حسيمي ريفي، اسمع لي نقول لك واحد القضيه. ملي كنوضوا نهضروا ونقولوا بان هذاك الربيع العربي هو اللي ادى بنا لهذه الهاويه، تخيل معايا انت المغرب بنفس قوانين زمان ديال قبل الربيع العربي وبنفس المعطيات والتقدم ديال دابا، واش غيعاني المواطن؟ واش كون بقى المواطن منه لجلاله الملك وحوالي حزبين ولا ثلاثه يعني اللي هما عقلانيين،
واش بحال هاد كثرة الشفارة وكثرة الجيوبة وكثرة الحسابات البنكية، وبالتالي الاحتقان او الانفجار راه ماشي دائما كيؤدي هذيك النتيجة، راه غنزيدو غير نغرقو. وخير دليل يا اخي، شوف الانفجار والاحتقان ديال تونس فين ولا، شوف ديال سوريا فين ولا، شوف ديال ليبيا فين ولا. وبالتالي عوض ما نهضروا على الاحتقان والانفجار نكونوا واعيين ونفضحوا الفساد، نفضحوه ماشي هنايا في التيك توك، ماشي هنا في المنصات. يا اخي منين تمشي للوبيطال وتعرض للضغط وتعرض، نحاول ندير توعيه، نجمع واحد الحشد اللي نوقفوا داك بنادم عند حده، نشنقوا على يماه يد من الفوق. راه ما غيمكنش عباد الله هاد 20 ولا 30 غادي يتهموا ولا غادي يتسجنوا وهذاك الطبيب هو اللي عنده الحق. ماشي نتايا منين كتحشر في الزاويه كتعطي الرشوه، ومنين كتحشر في الزاويه الو فلان هضر ليا معاهم يسربيوني الله يرحم باك. واش فهمت يا خويا؟ راه خصنا نربيو راسنا. راه اصل المشكل، اسمح لي اختي المور، اصل المشكل راه الشعب، راه حنا اصل المشكل، راه انا هو اللي كنرجع بوليسي، انا هو اللي كنرجع وكيل الملك، انا هو اللي كنرجع وزير، انا هو اللي كنرجع. يعني التربيه انا ولد الثمانينات، انا ولد اسمح لي اختي المور نكمل لك غير واحد المعلومه ما تلفليش. انا ولد اواخر الثمانينات. عرفتي كيفاش تربينا حنا دابا؟ بلا ما نهضر لك على الدار، غير في المدرسه عرفتي تربينا على واحد الروح الوطنيه، وعرفتي كنتسابقوا شكون اللي غيطلع الدرابو وداك الشيء، يعني طلعونا وطنيين. العكس ديال دابا، دابا التلميذ يمشي كيغني نانسي عجرم في القسم. تلميذ اللي مفرد يكون ذكر، هو رجل يعني غيرجع رجل، كيغني اغنيه نانسي عجرم في وسط القسم. الاستاذ مثلا الا وجهو ولا شي حاجه ونبهو ولا زير عليه، راه داك الاستاذ خصك تعرفي راه غيمشي للحبس، راه غيتشوف داك النهار. علاش يا اخي عليا؟ لحقاش الوقت اللي التلميذ كينوض يضرب الاستاذ صحابو كيكتفيو بالتصوير. انا كنعرف النفخه وبنادم مربي منين الصديق ديالك كيدير اثم ما غاديش انت تجي عليه، ما غاديش تزكيه قدام المخزن ولا قدام المدير، خصكم تشهدوا شهاده حق. وهنا انا كنهضر الاستثمار في الانسان يبدا من نفسه. كاين، ولكن الا بغيتي نرجعوا انا باش نسكت اخي مرود الله يحمي، ما نكمل غير هذه الفكره. خوتينا راه هضرتي بما فيه الكفايه. لا صافي نكمل غير هذه الفكره ونسكت اخي مرود. ما تروجش شي المغالطات. لا وانا نصحح المغالطه، ما تروجش المغالطات. صافي كلامك كله مغالطات. واخا نكمل غير هذه الفكره. انا غادي نجاوبك ورد عليا نكمل الفكره ونكمل الفكره. راه هذه هي اللي كمل الفكره، الرساله وصلت. شوف اخي مولود، شوف انا اللي بغيت خليني نهضر. الرساله ديالك جوج كلمات اصاحبي، في جوج كلمات نكمل الفكره. جوج مشيتي للدرابو ومشيتي تكلمي كيغني انا نانسي عجرم في القسم. بزاف هاد الشيء بزاف مصطفى، وكتهضر الشطاره البزناسه. هذا انت ما كتهضر على شي حاجه اخرى. تروج المغالطات. هذا الشيء ما كاينش. هو التلميذ في المغرب كيغني نانسي العجرم في المدرسه. كاين النشيد الوطني، كاين اناشيد الوطنيه، كاين التلاميذ كيقراو. ماشي تجيبوا واحد الحاله يعني شاذه وتعممها. وثانيا كيعدل على الشطاره والبزناسه وكذا بدون دليل. واش هو قاضي؟ واش هو المسائل؟ وضرابو راه متعلقين به. هذاك علم وطني. اللي بغى يتجمل يسير يتجمل، اللي ما بغاش ما عجبوش المغرب يسير لجزيره الوقواق يعيش فيها. هذا الشيء اللي كاين. ثم الانسان يجيب واحد الحاله شاذه ويعممها. ما يمكنش. والشطاره والبزناسه وكذا وكذا. وشنو الموقف ديالك انت؟ لا انت عندك لي زياد في 1980 كنا كنترباو على الوطنيه ودابا لا. شنو الفرق؟ دابا شنو الفرق؟ كاين شي فرق؟ قضيه اخرى
يعني كاين بعض الناس او بعض المواقع، بعض الناس كما هذا اللي طلع دابا لا ينظرون الى الامور الا بالسواد، بعيون سوداء، والظلام، ظلاميون. هذا يفكرني في احد المواقع المعروفه وهو المهداوي. ما عمر اللي سمعته هو كيشكر شي حاجه مزيانه دارها المغرب كيشكر فيها، ولو تعلق الامر بتاهيل المنتخب الوطني الى نهايه الى نصف نهائي ديال كاس العالم. دائما هو ينظر الى الامور بعين سوداويه وبانتقاد، ولا يعرف الا الانتقاد. هذه هي المواقع، هذه المواقع وهذا الناس هذا كينظروا دائما كيشوفوا ان في المغرب الا الفساد، الا التشفير، الا هذه المسائل المزيانه ما كيتحدثوش عنها، ما صم بكم باش يتحدثوا عليها. هذا لا، المنصف، الدارس، المفكر، المنتقد يكون يعني تكون فيه مجموعه من الشروط، تكون فيه الحياديه، تكون فيه النزاهه اللي عندما يتحدثوا عن هذه الامور. وطرح ربما هو اللي يطرح السؤال: ما هو المشكل العويص الذي يحول بين المغرب وبين المشكل العويص؟ كاين هناك مشاكل. احنا كنا المغرب ماشي جنه، كاين مشاكل، كاين كذا. احنا خصنا مثلا تعليم جيد، خصنا صحه جيده، خصنا بنيه تحتيه جيده، خصنا السكن لائق لكل مواطن، خصنا كرامه المواطن، خصنا بزاف ديال هاد الامور. المسائل المسطره في الدستور خصنا تطبق على ارض الواقع. اما بالنسبه للاخ اللي تطرق مثلا القرارات ديال المجلس في عهد جدو، قرارات التي صدرت في عهد جدو كذا نفذت او كلا تنفذ، انه لا ينسى ان هذه القرارات التي صدرها ضمن شخصيات هي التي عجلت برحيله عن رئاسه المجلس الاعلى للحسابات، ودون ان ندخل في التفاصيل. وهناك الالاف، ماشي العشرات، الالاف من التقارير الصادره عن المجلس العلمي الاعلى للحسابات، ولا زالت يعني على الاوراق في الرفوف تنتظر دورها نحو التفعيل والتطبيق. اذا هذه هي الامور اللي خصنا. وجلاله الملك نفسه في احدى افتتاح دورات البرلمان طرح السؤال كبير ومهم في البرلمان: اين تذهب ثروه البلد؟ اين تذهب ثروه البلد؟ هذه هي المسائل. عندما تجد اعلى سلطه يعني في البلاد تطرح هذا السؤال: اين تذهب ثروات البلد؟ اذا هناك اختلاسات، هناك تجاوزات، هناك فساد. هذا لا، وفي كل الدول، كل الدول عندها نصيب من الفساد، عندها نصيب من الفقر، عندها نصيب من عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولو تعلق الأمر بأمريكا. يعني شي وحدين ربما يعتقدوا أن أمريكا هي جنة. أمريكا فيها الفقر، وهذه منذ أزيد من 20 سنة صدر تقرير، وهو موجه طبعا من طرف المخابرات الفرنسية، لأنه لا تنسوا أن هناك صراع دائم بين المخابرات الفرنسية والمخابرات الأمريكية سابقا، وربما لا يزال، حول الاستحواذ والسيطرة على دول إفريقيا واستغلالها وما إلى ذلك. هذا التقرير الذي صدرته فرنسا يعني أثار غضبا كبيرا في الولايات المتحدة. هذا التقرير يعني وصف يعني بالصورة ويعني والصوت أحد أحياء هارليم بأمريكا، أحياء الفقر والهشاشة وما إلى ذلك. سماه هذا التقرير يعني سمي ب لاميريك انترديت، لاميريك انترديت، يعني صور أمريكا. من يشاهد هذا يعني هذه على مدار يعني أزيد من 20 أو 30 سنة، من يلاحظ هذا اللفظ سيعرف يعني أمريكا وكذا وكذا فيها فقر، فيها هشاشة، فيها كذا. ثم اليوم المغرب هو يسير بخطى ثابتة نحو تخليق الحياة السياسية، نحو العدالة،
يعني الحق، العدالة الاجتماعية في كل شيء، نحو الصحة وكذا. الحمد لله بدأ يقطع أشواطا. إن تركه خونت الداخل وخونت الخارج، إن تركه تجار الوطنية والمقدسات، إن مولود تركته مولود بعض الدول المحيطة بنا، لأن هناك صراع دائما بالنسبة للجزائر وجنوب السي إفريقيا. مولود السي نعم مولود نعم غادي نتعاطى معك في الطرح. الله يجازيك بخير، ويجب ان يكون صدرك يعني واسع وتحمل الكلام ديالي. نكونوا واقعيين سي مولود. حنا هاد المنصات فاتحينها للراي والراي الاخر ما كان ماشي دوز مغالطات بعي، باش نكونوا واقعيين. هي انا يلا كنت غادي نجاوبو وفعلا انت تعصبتي، لان فعلا شكون السبب ديال عدم الوطنيه اللي هضر عليه؟ هو هاد الشباب اللي عطالعين، هاد الفراخ اللي عطالعين كيحسبوا راسهم قاريين، كيحسبوا راسهم واعيين، جايبين واحد الفكر متحرر، جايبين يعني باغيين ينقزوا على الوصايه ديال الاهل. يعني انت اللي تمردتي على الطرق التقليديه في التربيه. هذه اولا. ثانيا يا اخي مولود الباز، راه فعلا كاينين تلاميذ كيرقصوا في الاقسام، هذا واقع، ورحنا كنشوفوا الفيديوهات وكنشوفوا تلاميذ كيضربوا الاساتذه. حالات ولكن معدودة تسنى اخي مولود نوضح غير قليلة الصوره جدا، هنا. قليلة علاش هذا قليلة. التلميذ كيتجاوز على الاستاذ؟ لان نعم الاستاذ هو اللي ما كيحترمش راسو اولا. كون كان الاستاذ كيدخل مع التلميذ بواحد الهيئه محترمه وما كيغلطش قدامه وما كيخسرش الهضره قدامه وما كيديرش تجاوزات قدامه، معمر داك التلميذ ما غيقدر يهز الراس في داك الاستاذ. وبالتالي احنا خصنا نحطوا صبعنا على الجرح، خصنا نحطوا صبعنا على مكمن الداء. الا بغينا الدواء ما نقولوش رحنا ما كاينش هادشي وهادشي مغالطات، لا هادشي كاين في ارض الواقع، غير وكان ما كاينش غير هادشي قدام. شويه ديال السلبيات وبزاف ديال الفساد، مع الاسف كاين بزاف ديال الايجابيات خصنا نشوفوها بعين الاعتبار. نعم، ما خصناش نسقطوا كل شيء في نعم السلبيات. حنا كتهضري. نعم، هاد الحالات اللي قلتي في التعليم كاينة، ولكنها حالات نادرة لا تعمم، والشاذ لا يقاس عليه. كاين حالة كتظهر مرة في كل شهر أو شهرين وكتاخذ العقوبات يعني الصارمة في حق ذلك التلميذ ولا في حق ذلك الأستاذ. كاين مجالس تأديبية، كاين تنبيهات، كاين توبيخات، كاين توقيف عن العمل، كاين داك التلميذ كيتحال على المسائل ديالو. ما كتبقاش الأمور هكا، ولكن ما نعموش المسائل اللي نادرة وشاذة وقليلة نعموها كأن المدارس الوطنية كل شيء فيها هذا الشيء. لا، حنا كنشتغلوا، كنهضرك من الميدان، انا كنخدم في الميدان ديال لابور، ماشي كنهضر خارج لابور. لا، راه شوف، راه السواد لا يقاس عليهم، يعني المسائل الشاذه ودائما لكل قاعده شواذ، ولكن ما يمكنش نقيسوا حنا كل شيء على هذيك الشاذه في المساله. عندك الحق، غير وكان خصنا نتعاطاو مع هاد الشباب اللي عطالع، هاد الدراري صغار خصنا ناخذوهم بعين الرحمه، نحتويوهم شي شويه. ومسألة أخرى، حتى في أمريكا وفي هولندا وفي إيطاليا وفي بريطانيا الخسائر التي يتسبب بها التلاميذ على صعيد الأقسام تقدر بمليارات من الدولارات. يكسرون الأبواب ويكسرون الزجاج، إلى درجة أنه في بريطانيا في إحدى السنوات يعني كانت قد منعت الضرب ولا أي حاجة ولا كذا. فالتلاميذ في تلكم السنة تغولوا على الأساتذة، ضربوا الأساتذة، كسروا الزجاج والنوافذ وكل شيء. فاضطرت بريطانيا في إحدى السنوات أن تعيد شيئا من الضرب اللبق. هذه الآن في أمريكا طفل يأخذ مسدسه إلى المدرسة فيقتل به 10 من أقرانه، 10 أطفال. هذه الحالات موجودة في كل العالم،
ولكن المغرب الحمد لله لا تقع مثل هذه الامور ديال القتل التي تقع في المدارس العالميه. المغرب كيكون هناك طفل مثلا ربما يغني، ربما يعتدي على استاذ يضربه، هناك عباره السب والشتم وتبادل اللكمات، ولكن لا تعمم على كل ارجاء التراب الوطني. لا نتفاعل نعممها. معك اخي مولود، سي مولود، نتفاعل معك في هذه النقطه ديال التعليم. ما نعم خصناش نساو اننا حنايا عندنا الاستقلال في 1956، والتعليم اللي كنا تلقاو الناس ديال الستينات او السبعينات او الثمانينات الى حدود الثمانينات، كنا كنتلقاو التعليم الابتدائي غير من معلم اللي كانت النيفو ديالو هي الشهاده في ديك الوقت. يعني هذا التعليم ما يخلفه الاستعمار وما يتركه عن قصد هم شيئان: هو كسر التعليم، هذه كسر أول كلمة في القرآن هي اقرأ، والفساد. ولكن إلا شفنا الفساد ديال الثمانينات أو التسعينات اللي كما كناش كنشوفوه، اللي ما كانش مرئي كفساد اليوم الذي نرى عبر المنصات، عبر هذه وسائل التواصل، الخبر يحدث في أمريكا يصل في 30 ثانية، أنه الفساد ديال هذاك الوقت راه كان كثير. أن كان الراجل كيمشي يدير غير عقد ازدياد في المقاطعة اوتوماتيك، كان كيدير 400 ريال وسط الحالة المدنية، كيوقفك بوليسي اوتوماتيك كتمد ليه، يقدر يكون باقي ولكن بواحد الوتيرة قليلة كثير. يعني هذا سبيل المثال. لأن الدول، أما الفساد الكبير، كاين هناك رؤساء دول اللي تفضحوا فساد أموال، غسيل أموال ونهيبة أموال الشعب، كبيرلسكوني كساركوزي، واللي تعاودوا تقدموا للانتخابات وتابعتهم المحاكمة وتفاهموا كما قالت في هذا الموضوع الأخت المغرة. هذا الفساد الكبير. هاد الناس اللي كيكونوا كبار بحال هذا البرلماني كتكون عندهم واحد الحصانة. هاد الحصانة ما كيعطيهاش لهم المغرب، ماشي الدولة المغربية اللي كتعطيهم هاد الحصانة، كتعطيها لهم واحد الجهة معنية دولية هي اللي كتعطي لجميع البرلمانيين، كتكون عندهم هاد الحصانة، سواء في اللجوء السياسي سواء وهاد الناس فاش كيشفروا كيصيفطوا فلوسهم على برا. ان حتى هذاك استرجاع الاموال كيوقع في واحد المشكل، كيكون واحد المشكل حتى في استرجاع الاموال. لهذا الان انا كنشوف ان الدوله المغربيه تقل فيها هذاك الفساد الصغير اللي نقولوا في المرتبه الصغيره والوسطى، يعني قل بواحد الوتيره كثيره. ولكن هذا الفساد الكبير غادي كنظن بانه غادي يتعامل معاه بطرق اخرى الان، كما قلت في الاول، لما اكتسبه في هذا الكرسي الدائم ديال حقوق الانسان. لان كان عندنا مشكل ديال الصحراء، ما كانش عندنا نقدروا اننا نحاكموا هاد الناس اللي هما مؤثرين سواء في احزاب اخرى، لان الحزب فاش كنهضروا على برلماني كيكون علاقه ديال الحزب مع حزب في دوله اخرى، سواء عربيه سواء اوروبيه سواء كما كان، علاقه عالميه. هذيك الحصانه كيستخدمها هو للسرقه، ولكن فاش كيطيح وفاش باش ترد هاد الفلوس كيمنعك واحد القرار اللي كيكون مترأسو دول اللي هي كتعاديك. الان انت عندك هاد اكتسبتي كثير من المسائل، الصحراء تعمرات، ما بقاش عندك المشكل ديالها. المشكل ديال سبته ومليليه هذاك مخليه للزمان ولاعب ليه على سياسه المدى الطويل. الفساد اللي عندنا في المغرب قل يعني بواحد صفه كثيره، قل الفساد في المغرب. راه كاين باقي الفساد، ولكن التعليم اللي كنشوفوه الان هو نتيجه التعليم المخلفات ديال الاستعمار. لان حتى الدوله كنشوفوها الان، الناس اللي تخرجوا منها واللي قراو فيها ومع ذلك تخرجوا من عند الناس اللي قارين حتى الشهاده، والمنهاج كان تبدل والمنهاج الدراسي، وهذه الدوله طلعات. فاش كنشوفوها اليوم كنشوفها دوله من الدول الحديثه. فاش كنقولوا حديثه كنهضروا على بنيه تحتيه كبيره وواحد المسائل، حنا ما دوله غاز ما دوله بترول، حنا الفوسفات يلا استقلينا فيه، حتى هذاك الكونترات ديال الصيد البحري يلا رجعوا لينا. ونشوفوا الايجابيات اكثر من السلبيات. والفساد صراحه كاين بحال في جميع الدول فيهم الفساد، ولكن واش غادي ينعدم في المغرب ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي خصنا نطرحوه بهذا السلاح اللي اكتسبوا المغرب. وشكرا لكم. اضافه في هذا النمط اللي قلتي دابا انت، راه حنا كنعيشوا في واحد الاكذوبه
عيشنا فيها الاستعمار كما قلتي. والله العظيم برافو عليك ذكرتي هذه النقطه، فكرتيني فيها. بحال دابا كتجي فرنسا كتبجح علينا بانها هي اللي دخلت لنا التعليم، وهذه اكبر كذبه، اكبر كذبه واكبر بومبا كيامنوا بها شي وحدين من المغاربه ولا من هاد الدول اللي دازت بالاستعمار. لان حنا التعليم عندنا كان ارقى واحسن من ديك التفاهات اللي دخلت لنا فرنسا. وخير دليل شوفوا مثلا غير شخصيه عبد الهادي بوطالب، العالم العلامه الاستاذ الدكتور، يعني الا بغينا نترجموا العالم العلامه. شوفوا القامه، شوفوا الحموله المعرفيه. اللي ما كانش كيعرف يقول حتى كلمه بالفرنسيه. يعني شوفوا، لان حنا اللي كذب عليك الكذاب كنا كنقراو في الجوامعيه لكن الراس كيكون عامر. بنادم عنده شهاده ابتدائيه لكن في المستوى الثقافي والمعرفي راه حسن من مول لافاك دابا حاليا. شوف تسمى الاجيال ديالنا هذه المفرنسه ومن بعد التعريب تسموهم اجيال اشقال، بحيث الانسان كان كيقرا مثلا بالفرنسيه فجاه عربوا ليه المات، عربوا ليه السيونس، عربوا ليه الفيزيك، ولا الاستاذ ملي كينطق الكلمه العلميه بالعربيه كيضرب بعضياته تيقول لي اش قال. عاوتاني ملي كيطلعوا لافاك كيتحيد داك التعريب وكترجع المناهج الفرنسيه دائما اش قال. هنا باش كنشوفوا دابا هذا الجيل دابا الاغلبيه فيهم راه ما كانش عندهم شي فرونسي لونغ تومبس، يعني كيجي يقرا لك جمله كيقراها كما هي كما مكتوبه دوبوي لون تومبس، يعني فهمتي؟ يعني شللوا الجيل، قطعوه، لا ثقافه مقوده لا ضمير مقود، وعاد ما نساوش مخلفات الاستعمار. هاد البيروقراطيه اللي عندنا دابا وكنعانيو منها، هاد التسييس وهاد الرشاوه وهاد التعذيب، حتى من طريقه التعذيب السجون عباد الله راه كلها موروثات فرنسيه. فرنسا الخبيثه هو الاستعمار الوحيد اللي كان كيستعمل هذه الاساليب، واللي مع الاسف الدول ديالها ورثناها كامله. وبركه كنظن لان ناقشنا كل شيء وانا جاوبتك اخويا كل شيء. ما عرفتش كنعك ولا لا. حقوق الانسان اختي المهره كان كيستعملها باسم حقوق الانسان. نعم هي النقطه المهمه. نعم اخويا الكوتشي، انا جاوبتك، قلت انا التعليم وقلت الزبونيه والمحسوبيه اخطر حاجه انا كنشوفها عندنا في المجتمع هي الزبونيه والمحسوبيه وبك صاحبي والتعليم. لان الا تعلمنا مزيان وإلا حاسبنا ريوسنا وربينا ريوسنا قسما بالله غادي نكونوا امه مثاليه. كونوا على يقين. راه ما غيمكنش انا كنعلق على واحد وكنتاقدو ومني كيجي الكرسي لعندي كنلقى راسي كندير نفس الاخطاء ونفس الزبونيه وكنشوف اهلي هما الاولين واخا يكونوا ما يستحقوش. السلام عليكم. السلام عليكم. ما يستحقوش. الريزو ما عندكش الاخ. المهم اختي المهره هادشي اللي قلتي كل اسمح لي واحد الكلمه اخ برنامج كنعرفوا مع من واخا هادشي اللي قلتي اختي المهره كله كاين وكل شيء اللي قلتوه كاين، والدوله راه تتحاول ودايره قدر المستطاع باش تحارب هاد السلبيات كلها. انا المشكل اللي تكلمت عليه لا هو لا بيد الدوله ولا بيد المسؤولين ولا بيد اي حد. المشكل اللي عند المغرب بيد الله سبحانه وتعالى حاليا، وهو المياه. شح الامطار فمي اي صفار داير بحال الاربيض. شح الامطار اخوان راه الامر خطير هذا، والمغاربه ما حاسينش ربما. الكرسي شح الامطار وشح